هو دور شعبي طبعا. انا بقالي كتير يمكن من ارابيسك ما عملتش النوعية دي. فبقالي سنين طويلة جدا. الحاجة وصيفة موجودة في الشارع طول الوقت، موجودة في بيوتنا، موجودة، يعني مش شخصية صعبة. ويمكن أنا عندي ناس قريبين مني بنفس الشخصية بتاعت الحاجة وصيفة. لا، هي وصيفة مختلفة تماما، وصيفة مختلفة عن أي أم، وصيفة مختلفة عن كل اللي قدمته، ومختلفة خالص عن تركيبة الأم المعتادة يعني. إن شاء الله نتيجة الشغل اللي احنا بنعمله، لأن في شغل حلو قوي بيتعمل. والحقيقة الأستاذ محمد سامي عامل شغل أكتر من رائع. يعني أنا أول مرة أشتغل مع محمد سامي، مخرج الحقيقة هايل، بيحب الممثل، بيحب الممثل المجتهد، وتلاقيه اجتهد وسخن كده، بيدقق في كل حاجة، في كل تفصيلة، مش مفوت الهوا، مش مفوت أي حاجة. أنا بحب النوعية دي من المخرجين، ودول قليلين جدا، شبه يعني نادرين. محمد رمضان شاب جميل جدا وملتزم جدا وعلى خلق، وبيجي حافظ وجاهز، وكواليسه حلوة، وبالرغم من نجوميته يعني دايما بقوله ربنا يديمها عليك نعمة انك تفضل انسان بسيط، وما انتش حاسس بالنجومية والجماهيرية الكبيرة اللي حواليك. لا، ما انا مش حما يعني، انا مش هحرق الشخصية، ما تحاولش. لا، انا وصيفة حباها بطولة لسانها، بتصرفاتها المجنونة. انا بحبها، انا عجباني جدا يعني. يا ريتني كنت كده.